تحدي 7 سكتشات في 7 دقايق بس. لو انت من الناس اللي حاسه باحباط شديد وخوف من الفشل مع شويه كسل كده صغيرين على جنب، عندك مشكله في تنظيم الوقت وحاسس دايما انك مشتت، مش عارف تبدا منين ولا ترسم ايه ولا ايه ولا ايه، دايما بتقارن نفسك بشغل غيرك وما عندكش ثقه في رسمك، ما تقلقش، انا هنا عشان اقولك انك مش لوحدك خالص. ده كان جزء من مشاكل كتير دكتور مراد درويش اتكلم عنها في مشاكل الشخصيه اللي بتعطلنا عننا نشتغل على نفسنا ونطور في الفن، نقارن نفسنا بظروف غيرنا ونظلم نفسنا بالمقارنه دي. الدكتور كمان اتكلم عن الفرق بين المرحله التعليميه والمرحله الابداعيه، طلب مننا نعمل تمرين 7 في 7، وانا هنا كنت قاعده بكتب نوتس للكلام اللي قاله واحتفظ بيه في السكتش بوك بتاعي عشان كل فتره ارجع له واقرا فيه تاني واكون واضحه مع نفسي واعرف ايه المشكله اللي عندي وابدا اشتغل عليها. سيبولي كومنت بيه مهتمه ابدا التحدي، وهبعت لكم فيديو الدكتور فيه الشرح كله بالتفصيل. شويه الموضوع كان بالنسبه لي موتر وبدات اقلق، ما كنتش عارفه ازاي ممكن اعمل سكتش في دقيقه واحده بس كان لازم اكسر مخاوفي دي وابدا واعرف قيمه الدقيقه فعلا. تنسوش تعملوا لي فولو واستنوا بارت 2 من التحدي، يا ترى هعرف اعمل سكتش في دقيقه كل يوم؟ وحقيقي بشجعكم جدا تبداوا معايا.